السلام عليكم. عشان توصل للاتزان النفسي في 4 قناعات لازم تكون مؤمن بيهم كويس جدًا. أول قناعة، أنت مش عايش في المدينة الفاضلة، فطبيعي جدًا تلاقي ناس بتخون وناس بتغش وناس بتتكلم عليك من ورا ضهرك وناس بتغدر بيك، ولازم تكون متقبل ده، فتقبل ده واعرف إن دي سنة الحياة. أول قناعة، أنت مش عايش في المدينة الفاضلة. 2، مفيش أي ضمانات في الدنيا، مفيش ضمان من اللي قال لك أنا هافضل جنبك طول العمر، ومفيش ضمان من شغلك لأنك ممكن تسيبه في لحظة، ومفيش ضمان من فلوسك لأنها ممكن تروح منك في ثانية، مفيش ضمان من صحابك لانهم ممكن يسيبوك في دقيقة. الضمان الوحيد في الدنيا دي اللي اضمنه لك هو اليقين في الله والتوكل على الله والايمان بيه والاخذ بالاسباب واعتمادك على ربنا وعلى نفسك، لان الصدمات النفسيه الكبيره بتحصل لما بنعلي سقف توقعاتنا من الناس اللي حوالينا وفجاه ممكن ما نلاقيهمش جنبنا. 3، بلاش تنساق ورا كلام الناس، ودي اهم قاعده تحطها كده او تبروزها في اوضتك، لان الناس كده كده مش بيعجبها حاجه، فالبس اللي يعجبك وكل اللي يعجبك ونام على الجنب اللي يريحك. ويمكن الامام الشافعي يلخص الموضوع دوت في كام بيت كده صغيرين، بيقول لك ايه: ضحكت فقالوا الا تحتشم، بكيت فقالوا الا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان ولو كان مقتدرا لانتقم، بسلت فقالوا لطيش به وما كان مجترئا لو حكم، يقولون شذ اذا قلت لا وامعة حين وافقتهم، فايقنت اني مهما اردت رضا الناس لا بد من ان اذل، فايقنت اني مهما اردت رضا الناس لا بد من ان اذل. فالناس مش بيعجبها حاجة والناس كده كده بتتكلم عليك. وبرضو الإمام الشافعي ليه مقولة جميلة جدا بتقولك إيه: والله لو صاحب المرء جبريل، لو صاحبت سيدنا جبريل اللي نازل عليه الوحي من السماء، والله لو صاحب المرء جبريل لا يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله آيات مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قالوا أن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف إذا قيل فينا بعض ما قيل. فهي الفكرة كلها إن الناس كده كده بتتكلم، مش هتعرف توقف كلام الناس، فما تزعلش إن الناس بتتكلم عليك، وبلاش تنساق ورا كلام الناس، لأن مش كل واحد بيقول عليك حاجة هي فيك، ودي حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. كل واحد بيقول لك وجهة نظره من خلال نظارته ومن خلال نفسيته هو عاملة إزاي، فاعرف نفسك كويس وبلاش تنساق ورا كلام الناس. 4، وحاجة مهمة جدا، مفيش حاجة بتيجي بالساهل، يعني لو ما تعبتش وشقيت وقعت وقمت واتكعبلت وسعيت وخدت على دماغك واتبهدلت واتمرمطت، عمرك ما هتعرف توصل للي انت عايزه، ولا هتكون مؤهل للمكان اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز يحطك فيه. فلو عايز حاجة اسعى لها كويس جدا وسيب النتيجة على ربنا سبحانه وتعالى، كده كده ربنا بيقول: وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، فما تستعجلش وما تجريش، خد الموضوع بهداوة كده واسعى وتوكل على الله وسيب النتيجة على ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو ربنا مش كاتب لك انك تنجح في الحاجة اللي انت عايزها دي، لان مش شرط ان انت توصل لها، هتلاقيه كاتب لك النجاح في حتة تانية خالص، بس كان لازم تمشي المشوار اللي انت مشيته ده. فمفيش حاجة بتيجي بالساهل، ومحدش بيكسب فلوس كتير جدا غير لما بيكون يشتغل قبلها 2-3 سنين، فبلاش تقارن نفسك بالناس الناجحة قوي وانت لسه في بدايتك. ودول كان 4 حاجات مهمين جدا بيوصلونا لحاجة اسمها البيرن اوت او الاحتراق النفسي، من كتر ما احنا مش بنعمل بيهم او من كتر ما احنا مش مؤمنين بيهم. عشان توصل للاتزان النفسي لازم تؤمن بال4 معتقدات او ال4 افكار دول وتمشي عليهم وتكمل عليهم بقية حياتك. الكلام ده لنفسي قبل ما يكون ليكم. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل سبسكرايب للقناه ولايك الفيديو وشير لو عايز تفيد غيرك، وقول لي رايك في الكومنتات. والسلام عليكم.